مساء الفل. قدر الله ما شاء فعل. حلم جميل عشناه وما انتهاش زي ما احنا عايزين، بس الحمد لله على كل حال. بصراحة اللي مزعل الواحد في المباراة دي ان النتيجة ما تعبرش عن الاداء اللي الاهلي لعبه. الاهلي لعب بشجاعة وبجراءة، ما كانش يستحق يخسر 4. يعني شكل النتيجة مختلف تماما عن الاداء. لكن برضو ما نقدرش ننكر الفروق الفردية هي اللي بتحسم ماتشات زي دي، وتفاصيل صغيرة. يعني ريال مدريد معظم الفرص اللي جات له خلصها اهداف. احنا جات لنا كذا فرصة وفرص قوية ضيعناها، وتعطينا فرصتين بتوع مجدي قفشه وبتاعت محمد شريف. يعني الفروق الفرديه بتبان هنا، هي اللي بتخلص الماتشات دي. لكن انت برضه بتلعب ريال مدريد، يعني مش بتلعب فريق قليل. كان عشاننا طبعا ان احنا نصعد نهائي، لكن قدر ما شاء فعل. ما قدمناش غير ان احنا نتمسك ان احنا ناخد البرونزيه ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونرجع بميداليه من هناك. نحيي لعيبه الاهلي على جرأتها وشجاعتها. هي لعب ماتش كويس جدا بصراحه يعني بصرف النظر عن حسن استغلال الفرص، لكن الاهلي لعب ماتش كبير وماتش كويس جدا، وما كنتش تحس الاهلي خايف ولا كمشان من الريال. بالعكس، كان بيلعب ند، وتحديدا في الشوط الثاني. يعني حسين الشحات لعب ماتش كبير، محمد الشناوي لعب ماتش كبير، محمد عبد المنعم ماتش كبير، محمد هاني ماتش كبير بصراحه يعني. فشكرا رجاله الاهلي، وان شاء الله متعوضه. حلم النهائي مؤجل السنه دي برضو، ان شاء الله السنه الجايه ربنا يكرمنا ونلعب برضو كاس العالم، وناخد مركز ان شاء الله احسن. ربنا يوفقنا يوم السبت وناخد البرونزيه بامر الله، تبقى تعويض عن مباراه النهارده. محدش يزعل، انت بتلعب ريال مدريد، مفيش واحد ممكن يبخس لك في قيمه الانجاز اللي انت عامله. ميبقاش واحد خسران من طوب الارض في الدوري المصري هنا ويجي يقول لك الاهلي خسر من ريال مدريد 4. يعني يبقى بجحته يعني. الحمد لله على كل حال، متعوضه ان شاء الله. السلام عليكم.